تعالوا يلا بينا مع بعض نعمل الكبدة بالردة بكل أسرارها وتكاتها. حاجات بسيطة جدا لكن هتفرق قوي في الطعم وفي الشكل. ازاي لونها يكون فاتح بالشكل ده، وازاي تكون طرية قوي كده، وكمان ازاي الكفر اللي عليها ما يقعش من عليها بسهولة وتكون كريسبي زي ما انتم شايفين كده. اول حاجة هبتدي بالتتبيلة واللي هي بسيطة قوي. معلقة صغيرة من الثوم، عليها عصير ليمونتين، معاهم ربع كوباية من الخل، معاهم ربع كوباية من عصير البصل. هجيب بصلاية ابشرها واخد العصير بتاعها. معايا بقى التوابل، ملح وفلفل وكمون وكزبرة ناشفة، ومعلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقة صغيرة من بهارات اللحمة. هبتدي بقى اقلب الكلام ده كله مع بعضه كده زي ما انتم شايفين. لو مش متوفر بهارات اللحمة ممكن نحط السبع بهارات، هتبقى حلوة جدا. هاركن بقى خليط التتبيلة ده على جنب، وهاجيب الكبدة بتاعتي. لون الكبدة بتاعي مايل للبني شوية علشان أنا غسلتها بليمون وبمية. أنا عارفة إن في ناس هتيجي تقولي بلاش تغسلي الكبدة والكلام ده كله، بس معلش أنا نفسيا مش ببقى متقبلة أي حاجة مش مغسولة. وطبعا زي ما احنا عارفين دي حاجة بترجع لذوقكم أو لذوق كل واحد فينا. المهم إن إحنا هنجيب الكبدة بالطريقة اللي انتم شايفينها ديّة، وهابتدي أشيل الجلدة اللي انتم شايفينها اللي بتكون على طرف الشريحة كده زي ما انتم شايفين. أنا شِلت كل الجلد اللي موجود ده، وده كمان بيمنع إن الشريحة اللي معانا ما تكشِّش أو ما تتقوّصش كده أثناء التحمير. ودي مشكلة بتقابلنا كلنا، إن الكبدة بتاعتنا بتكِش أو بتتقوّص كده جوّه الزيت وهي بتتحمّر. هابتدي بقى أجيب الشرايح بتاعتي زي ما أنتم شايفينها كده رقيقة، وهاقطعها بالطول تكون هي طويلة بالشكل اللي أنتم شايفينه ده كده. هي كده معايا جاهزة وتمام أوي، وكمان مصفياها غسلاها ومصفياها كويس. هاجيب التتبيلة بتاعتي زي ما أنتم شايفين كده، وهابتدي أنزّل شرايح الكبدة اللي معايا واحدة واحدة كده زي ما أنتم شايفين. أهم حاجة إن التتبيلة توصل لكل قطعة من قطع الكبدة. شايفين ما شاء الله هي كده تمام أوي. أهم حاجة إن إحنا نسيبها بقى في التلاجة حوالي نُص ساعة. الكبدة من الحاجات اللي هي بتتبّلش كتير، مش زي الفراخ ولا اللحمة. في الوقت ده هابتدي أعمل الcover اللي هو اللي أنتم شُفتوه في أول الفيديو. معايا كوبايتين من الردة، الردة تكون ناعمة مش خشنة. هابتدي أنزل عليهم بكوباية كبيرة من الدقيق، وعليهم نُص كوباية من النشا. وطبعًا الدقيق والنشا بيخلّوا لونها فاتح زي ما شفتوه في أول الفيديو كده، وعليها معلقة صغيرة من الbaking powder. بس كده أنا هاكتفي بدول بس، مش هاحط أي بهارات علشان أحس بطعم الكبدة. أنا كده حطيت البهارات بتاعتي كلّها في التتبيلة، فمش محتاجة إن أنا أحط بهارات تاني في الcover بتاعي زي ما أنتم شايفين كده. هابتدي بقى أجيب الكبدة بتاعتي من التلاجة، وهانزّلها كده زي ما أنتم شايفين شريحة، شريحة كده في الخلطة اللي إحنا عملناها، وهاضغط ضغطة بسيطة كده على الكبدة علشان الcover اللي إحنا عملناه يثبت عليها، وأثناء التسوية ما يفُكِّش. هاعمل بقى كل الكمية بنفس الطريقة دي. هاجيب شريحة، شريحة، وهابتدي أغطّيها بالcover بتاعنا زي ما أنتم شايفين كده. وأهم حاجة إن أنا أضغط عليها ضغطة بسيطة بإيدي كده علشان الcover بتاعي ما يفُكِّش أثناء التسوية. شايفين؟ هاعمل معاكم كمان واحدة بالطريقة دي زي ما أنتم شايفين بالطريقة دي كده. نعمل كمان واحدة كده. هاجيب شريحة الكبدة وهابتدي أبدّرها كده بالcover زي ما أنتم شايفين كده، وهاكمّل كل الكمية بنفس الطريقة دي. هاضغط عليها ضغطة بسيطة كده وهانزّلها كده في الطبق. هاكمّل الكمية كلّها بنفس الطريقة دي. أنا كده كمّلت الكمية بتاعتي بنفس الطريقة اللي أنتم شُفتوها. هابتدي بقى دلوقتي أسخّن الزيت بتاعي كويس أوي، أوي على النار. أهم حاجة إن الزيت يكون ساخن كويس أوي علشان شريحة الكبدة تنزل تستوي بسهولة وبسرعة، وكمان تفضل محافظة على الcover بتاعها مقرمش كده زي ما إحنا شُفناه في أول الفيديو، ويكون كمان لونه فاتح وما يغمقش مننا أثناء التسوية. شايفين؟ الكبدة بتاعتي ما كشّتش ولا أي حاجة، ومحافظة على الcover بتاعها كويس أوي زي ما أنتم شايفين كده. يا دوب هادّيها نُص دقيقة بس من كل جنب وخلاص. هي كده بتكون جاهزة معانا. ما تطوّليش عليها السِوَى علشان ما تنشفش من جوّه. هي كده تمام أوي. هاكمّل بقى الكمية كلّها بنفس الطريقة دي. أنا كده خلّصت الكمية بتاعتي، ما عملتش كل الكمية اللي معايا، تقريبًا عملت نُصّها بس. ما شاء الله الكيلو بيرمي كتير معانا، وبيدّينا كمية حلوة أوي وكتير. شايفين ما شاء الله لون الكبدة طالع عامل إزاي، وكمان محتفظ قد إيه بالcover بتاعه. امشوا بس على الخطوات اللي أنا قُلتها، هي سهلة وبسيطة أوي، لكن هتفرق معاكم جدًا في الشكل النهائي. الكبدة بتاعتي ما كشّتش كتير ولا شكلها اتقوّص كده زي ما إحنا عارفين، وما شاء الله طالعة مضبوطة جدًا، جدًا، ما فيش فيها غلطة. وكمان لونها طالع حلو جدًا ومش شاربة زيت، وطرية جدًا من جوّه، حاجة كده في منتهى الجمال. هتبتدي بقى تقدّميها بالطريقة اللي أنتِ عايزاها واللي أنتِ بتحبيها
حبيتِ تقدّميها مع مكرونة حلو جدًا، حبيتِ تقدّميها مع رز حلوة جدًا، مش هتقول لأ أبدًا، وبتليق مع أي حاجة. أنا قدّمتها بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، مع شوية سلطات كده، سلطة طحينة والسلطة البلدي اللي أنتم شايفينها دي، اللي هي سلطة الحاتي. إن شاء الله هانزّل الفيديو السلطة ده الفيديو اللي جاي، ما حبيتش أطوّل عليكم وأعمل الفيديوهين مع بعض كده، لكن إن شاء الله هينزل لوحده الفيديو اللي جاي. زي ما أنتم شايفين كده الكبدة قد إيه طرية وجميلة والcover بتاعها ماسك عليها وممتازة جدًا، جرّبيها هتعجبِك. ما تنسيش بقى الاشتراك في القناة واللايك والشير.